مستشفى كفر الزيات النهاردة في صور تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي انهم العمال بتوع المستشفى رموا مريض برا المستشفى. الصور وضحت انهم شالوا المريض ورموه برا البوابة بتاعت المستشفى. بس لما توصلوا مع الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة ومحافظة الغربية، قال ان المريض ده كان في حالة اعياء تام، اتعمل له الفحوصات الطبية اللازمة، وكان عنده هبوط حاد، وخد أدوية وحالته استقرت. بعد ما فاق المريض قال ان هو مصاب بالايدز، فالمستشفى وإدارة المستشفى طلبت منه ان ده مكان مش مختص بعلاج مرضى الايدز، وان المستشفيات المسؤولة عن مرضى الايدز مستشفى الحميات. فطلبوا منه ان هو يغادر مستشفى كفر الزيات ويتوجه لمستشفى الحميات بالغربية. فالمريض رفض رفض تام هو واهله ونام برا في الاستقبال. طبعا لما المرضى الموجودين بالمستشفى علموا ان المريض ده مصاب بالايدز، فحصل فوضى وفزع تام في المستشفى، مما ادى انهم شالوه بالعافية وخرجوه برا المستشفى، وقالوا له هنا مش مكان علاج، علاجك موجود